هم ينقذوا مع شعب مصر اقتصاد مصر من الوقوع. اقتصاد مصر بالفعل شبه متداول الى حد كبير. مش عايزين نقول منهار. انا من حكم وطنيتي وبحكم ان انا مصري وادرك معنى ان انا اشير الى امر ما بالانهيار سيؤدي حتما الى تحقيق للاسف المسمى، لكن انا بقول اقتصاد مصر في خطر. دعونا جميعا نقاومه، دعونا جميعا نقف على قلب رجل واحد من اجل الاستنهاض. النهارده انا شايف ان على رئيس الجمهوريه وعلى الاخ الفاضل وزير الماليه ان يعملوا فورا على وقف هذه التهديدات لآل ساويرس وغيرهم من رجال الاعمال. اولا النهارده جمعيه شبان المسلمين جمعيه ليست سياسيه، ولكن الاعضاء فيها يطالبون بضروره فك هذا الحصار عن ساويرس. الاعضاء وبعض القيادات معايا. الشيخ حسين جاء منين يا شيخ حسين؟ رئيس جمعيه ايه؟ نجا حمادي من احد جمعيات صعيد مصر، جمعيه شبان المسلمين في نجا حمادي بيطالب برفع الحصار عن نجيب ساويرس باعتباره مصري وطني شقيق لنا في هذا البلد. ايها الاخوه الافاضل الاجلاء والاخوات الفضليات، النهارده ما ينفعش ان احنا نهدد بلدنا بنفسنا. ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه ونعمل عكسها في نفس الوقت. الوقت والمقام قد لا يتسع ان احنا نقول كل حاجه، لكن على عجاله انا عايز اقول ان احنا في مأزق كبير بعد القبض على 7 فلسطينيين بالامس، وانا بطالب السيد وزير الداخليه اليوم وفورا ان يرد على هذه التساؤلات. هل